السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا دلوقتي دخلنا سلسلة تانية، حلقة تانية من سلسلة يعني أساسيات في اللغة الإنجليزية. مش احنا دلوقتي دخلنا في موضوع اسمه manusia tempat dan barang أو الأشياء. أصلا هي زي noun بالإنجليزي، يعني أشياء، حاجات، بتاع. فهمت ازاي؟ يعني فحاجات أو بتاع بالإندونيسي. مانوسيا يعني الإنسان، tempat أماكن، tempat يعني مكان، tempat يعني أماكن، barang يعني أشياء يعني حاجات بتاع. ماشي، دخلنا دلوقتي. الهدف الأساسي من الفيديو ده إنك تعرف أكتر عن أسامي الأماكن بالإندونيسي، وإنك تعرف حاجات اللي في إيدك بالإندونيسي، إما حاجات مثلا اللي أنت تستخدمها بشكل يومي، أو ممكن حاجات في البيت كده. هنشوف يعني، ونتعلم أكتر عن أنواع الناس. فيلا بينا دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي حاجتين اصلا، كلمتين يعني احسن او اهم كلمتين اللي انت لازم تاخد بالك منها، اللي هي اني ويتو. اني اتو يعني كلمة اصلا، كلمة اشارة عشان تشير لحد او لحاجة معينة. انك تقول اتو بمعنى ذلك بالفصحى، أو إني بمعنى هذا بالفصحى. إني وذلك ذلك إتو يعني للقريب للبعيد. كلمتين دول أهم حاجة. وبعدين نخش على أشكال الناس. أصلا يعني أشكال الناس، أولا مثلا هو طويل ولا قصير؟ فطويل تنجي ديا تنجي مثلا. ديا يعني هو ديا. احنا ما نفرقش بين مذكر والمؤنث. ديا يعني هو. ما يفرقش معايا هو ده مذكر ولا مؤنث، مش باين اصلا. يعني احنا ما منقسمش بالاندونيسي يعني. ديا تنجي مثلا، ديا تنجي، ديا بندك. تنجي طويل، قصير بندك. تنجي قصير بندك. بعدين بقى ايه الالوان؟ مثلا hitam aswad. hitam rambut saya hitam, syari aswad. اوكي. putih يعني ابيض مثلا عندنا الثوب ابيض مثلا. gamis itu putih. gamis احنا بنقول gamis بمعنى الثوب يعني. gamis putih. gamis itu putih. أو مثلا baju itu putih. baju يعني قميص. أي قميص أصلا إحنا بنقول baju itu putih. baju itu putih. أو مثلا هنا حط صورة baju putih. وبعدين بقى coklat يعني شوكولات يعني لون بني. pirang يعني أصلا بلوند. أنا ما يعني مش فاكر يعني ايه بلوند بالاندونيسي. لا بلوند او بالمصري اصلا انا مش فاكر بلوند بالمصري. بس بلوند عندنا بيران. و احنا عندنا بيرو يعني ازرق. بيرو يعني مثلا البحر ازرق، فلودnya بيرو. laut biru. ومرح يعني احمر، زي اللي انا بلبسها دلوقتي. مرح. قميص ده مرح. hitam. coklat مثلا شكلي او يعني جلدي مثلا لون بني، فاقول coklat. kuning يعني اصفر مثلا. هنا كونين شوية أصفر المكان، بس مش أشهر.
مش اصفر قوي بس كونين، كونين. وهيجو، هيجو اخضر، يعني مثلا لون خضروات مثلا، او ممكن الشجر، الشجر اخضر. pohon itu hijau مثلا، pohon itu hijau. زي ما قلت لكم pohon itu، عارف عقلت فاكر كلمة itu، pohon itu hijau. وبعدين بقى في برضو عن وزن واشكال، يعني وزن. احنا نخش على الارقام مثلا، براتنيا هو نيا، كلمة دي الحتة النيا بتشير إلى معنى هو، يعني اسم المعرفة. يعني بدل ما أقول براتدية، أقول أحسن براتنيا. براتنيا مثلا هو وزنه كذا، براتنيا 20 30 40 كيلو مثلا. احنا اتعلمنا في الفيديو السابق ان الارقام اتعلمنا من 1 لحد 10 لحد 20 لحد 100. فوزنه 20 مثلا، beratnya 20، beratnya 20. ونخش نجرب على مثلا في حتة مجربة، نجرب مع بعض كده في صورة. ماشي، هذه الصورة أصلا موسيوم ناشونال، يعني ناشونال ميوزيوم. namanya museum nasional. Ini namanya museum nasional. Tempat itu ada di Jakarta. Tempat itu adalah museum. Museum itu besar. Museum itu indah. Oke. في كلمات جدد اللي انت ممكن تتعلمها، اللي هي موسيوم يعني موزيوم يعني متحف. بعدين بقى ناشونال، ناشونال وطني يعني. وجاكرتا العاصمة، يعني العاصمة الحالية. بالسعر يعني كبير، فالمتحف ده كبير. موسيوم itu besar. موسيوم itu besar. موسيوم itu indah، يعني المتحف ده جميل أو شكله ما شاء الله، يعني يتجنن. يعني موسيوم itu indah، جميل، قمر كده. فهمت ازاي؟ فcontoh kedua احنا دلوقتي نشير إلى قلم يعني. itu pulpen. Itu pulpen. Pulpen itu kecil. Pulpen itu kecil. Pulpen itu untuk menulis. Pulpen itu untuk menulis. Itu pulpen favorit saya. Itu pulpen favorit saya. Pulpen itu ringan. Pulpen itu ringan. Pulpen itu ringan. ماشي. دلوقتي اتعلمنا كلمات جدد. itu pulpen. pulpen يعني قلم. pulpen itu hitam، قلت لك قبل كده الهيتم أسود. pulpen itu kecil، يعني القلم ده صغير، كتير صغير. وpulpen itu untuk menulis، يعني للكتابة أو عشان تكتب، يعني لو بالمصري كده عشان تكتب أو للكتابة. itu pulpen favorit saya. القلم ده favorite اللي عندي، يعني قلم المفضل. اوكي. itu pulpen favorit saya، أو pulpen itu favorit saya، يعني نفس الحاجة، نفس المعنى. احنا ممكن نقلب الكلمة شوية بس مفهومة. يعني itu pulpen favorit saya، القلم ده مفضل يعني بالنسبة لي. القلم المفضل بالنسبة لي هو ده. pulpen itu ringan، يعني هي أصلا زي عكس سمين، عكس الضخم. يعني سمين يعني ringan. it's easy to lift. شنو easy to lift، نحيف أو ممكن يعني ringan
او انا هكتب كده بالكتاب هنا عشان مش فاكر دلوقتي، بس هكتب ماشي. بولبانيتو رينان، بولبانيتو رينان. طيب كلمات مفردات أساسية. في كلمة ديا، في كلمة إيتو. إيتو تشير إلى حاجة معينة، والديا أصلا تشير إلى الشخص أصلا. يعني مثلا أنا دلوقتي أحط صورة شخص معين، أقول ديا بريسيدنت، يعني مش هقول مثلا إيتو بريسيدنت أو ده ممكن، بس يعني احنا بنقول احسن بالدية دي برازيل اندونيسيا دية كذا. احيانا بنقول بالايتو بس تشير الى معنى الشخص. احنا بنقول دية بالدية، وايتو معظم الكلمة اللي بتستخدم بايتو تشير الى حاجة، الى بتاع يعني to things. itu monas، itu monas، itu monumentation، او itu لابتوب، itu كذا. مش هقول مثلا دي لابتوب، يعني مش معقول اقول مثلا دي لابتوب يعني هو ده اللابتوب، لا مش كده. يعني للبتاع الميتة يعني حاجات ميتة كده it's like not living beings we say itu ماشي. شروحات واضحة. يلا نجرب في الحوار. احط حوار دلوقتي. انا طارق وانت محمد. يعني في الحوار ده اقول اقرا اولا كاملا، بعدين نقرا مع بعض، يعني حوار متبادل. ماشي. Apa itu? Ini pulpen hitam. Ini pulpen hitam. Oh, kamu beli di mana? Saya beli di toko buku. Saya beli di toko buku. Itu pulpen kesukaanmu? Ya, ini pulpen kesukaanku. Aku punya pulpen juga. Warnanya sama. Keren. Keren. Oke. ماشي. دلوقتي في كلمات جدد برضو. apa يعني ايه، يعني او ما بالفصحى. يعني apa itu ده ايه ده. انك تسأل كده ده ايه ده، apa itu. ini pulpen hitam. انك لما تشير الى البعيد تبدو ايه بقى. itu apa tuh, apa itu. ini pulpen hitam. kamu beli di mana، يعني انت تشتريه فين. يعني kamu beli di mana. di mana يعني فين، انت تشتري فين. saya beli di toko buku. انا اشتريت في في متجر بتاع كتب. متجر بتاع كتب ولا ايه دي ايه يعني it's like on the bookshop. ماشي. بعدين بقى itu pulpen kesukaanmu. ده القلم المفضل بالنسبة لك. itu أو is that your favorite pen. itu pulpen kesukaanmu. ya ini pulpen kesukaanku. ده المفضل اللي عندي. aku punya pulpen juga. juga يعني أيضا أو برضو بالإندونيسي. punya يعني have، يعني عندي كذا، فأقول aku punya. أنا عندي pulpen juga. أنا عندي قلم برضو. يعني أنا عندي قلم برضو. يعني أنا عندي قلم برضو زيك كده. warnanya sama. warna يعني لون. warnanya sama. sama يعني سوا، يعني نفس الشيء. هي لونه سوا. لون لون قلمك زيك كده. warnanya sama. keren. keren. keren معناه جامد أو حلو. keren هي أصلا شوية عامية إندونيسية. keren. مش بالاستمارة. مش طيب هو ده ملخص من الفيديو ده. احنا عندنا كلمات أساسية إني ويتو معنى القريب للبعيد. بعدين عندنا كبير بسر، عندنا صغير كتيل،
عندنا الطويل تنجي، بندق قصير. احنا عندنا كسوكان او فيفوريت يعني مفضل. احنا عندنا اللون الوان يعني ورنة، احنا بنقول ورنة. وبعدين في تفاصيل عن ورنة ممكن نحط في الفيديو او في الوصف. ماشي، شكرا لحضورك في الصف. شكرا لحضورك في هذا الصف الاونلاين. اصلا لو انا هعمل الفيديو ده او لو هعمل كورس ده اصلا مش مجانا، بس عملت لكم دلوقتي مجانا. حاجة اللي انتوا لازم تعملوها بس ان انتوا تشتركوا في القناة ونشروا الفيديو لأي حد عربي اللي عايز يتعلم اللغة الإندونيسية. وشكرا جدا، ورمضان كريم عليكم، ينعل علينا بالصحة والعافية إن شاء الله. و إن شاء الله أشوفكم في الفيديو تاني. لو في أسئلة اكتبولي في الكومنتس. هو ده اللي عندي. شكرا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء في الفيديو الجاي. السلام عليكم. دادا دادا.